أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبتدئ بإذن الله تعالى إن شاء الله في هذا الكتاب، وهو كتاب المنطق للعلامة الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، ولكنه نحاول بإذن الله في كل يوم قبل الدخول في البحث نقرأ رواية تيمنا وتبركا بهذه الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بلا تعليق عليها، فقط من باب التذكر، وذكر إن نفعت الذكرى. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من قيام 1000 ركعة، والجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من 1000 غزوة وقراءة القرآن كله. قال: يا رسول الله، مذاكرة العلم خير من قراءة القرآن كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن كله 12,000 مرة. طبعا مرارا نحن ذكرنا للإخوة في هذه الأبحاث بأن العلم بلا عمل لا قيمة له في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. العلم الذي يعطي الأئمة هذه القيمة والرسول هذه القيمة له هو ذلك العلم الذي نتيجته الخشية من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلو يتصور بأنه حفظ الاصطلاح له كل هذه القيمة. أبو ذر عندما تعجب أن يكون مذاكرة العلم أفضل من قراءة القرآن مرة واحدة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين له أكثر من ذلك، قال: مو مرة واحدة بل 12,000 مرة. عليكم بمذاكرة العلم. هسه يتبين لماذا أنه أفضل من قراءة القرآن 12,000 مرة. بالعلم تعرفون الحلال من الحرام. قبل الإنسان يقرأ القرآن ولا يعرف الحلال من الحرام، قبل هذه القراءة ما هي فائدتها؟ صحيح يحصل عليها ثواب، ولكن ما دام لا يعرف الحلال من الحرام ما قيمة معرفته أو قراءة القرآن. يا أبا ذر، ساعة عند مذاكرة العلم خير لك من عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها، والنظر إلى وجه العالم خير لك من عتق 1000 رقبة. هذه الرواية ينقلها في جامع الأخبار صفحة 44 في الفصل 20. نأتي إلى محل كلامنا. قال: الحاجة إلى المنطق، ولكنه في نظري قبل الدخول في البحث عن المنطق لا بأس بالإشارة إلى بعض النكات. من الواضح عند الإخوة، أو لعل أن كثيرا منهم سمع بأن هذا العلم، وهو ما يسمى في أيدينا أو ما هو المعروف بيننا بعلم المنطق، هذا علم مستورد من الخارج، ليس علم مولد في الداخل إن صح التعبير، ليس علم توليدي ولده فكر علماء المسلمين، وإنما هو علم استورد من الخارج، جاءنا من الفكر اليوناني، وبالخصوص جاءنا من أرسطاطاليس. وقد ترجم هذا المنطق إلينا حنين بن إسحاق. ترجمات كثيرة موجودة للمنطق اليوناني، ولكن أدق تلك الترجمات كما يقول أهل الخبرة هي الترجمة التي قام بها حنين بن إسحاق. من هنا لا بأس أن نشير ولو بنحو الإجمال إلى أنه من هو أرسطاطاليس أولا،
وثانيا هل هو واضع لعلم المنطق أو هو مؤلف علم المنطق ثانيا. وثالثا أنه ما هي قيمته في الروايات الواردة عندنا، يعني قيمة هذا الإنسان في الروايات الواردة عندنا وفي كلمات الأعلام من الفلاسفة والمناطقة. بنحو الإجمال إن شاء الله نشير حتى أن الطالب يكون على بينة بأنه هذا أرسطاطاليس الذي يأتي على الألسنة كثيرا في المنطق، في الفلسفة، في الطبيعيات، في الإلهيات، من هو هذا الإنسان؟ في مقام الجواب على هذا السؤال لابد أن نشير إلى بعض النكات. في صفحة 62 من كتاب شرح المنظومة لأستاذنا الشيخ حسن زادة آملي، شرح منطق المنظومة، باعتبار الشيخ حسن زادة آملي عند شرح على المنظومة منطقا وحكمة. هذا اللي دا أنقله من الجزء الأول الذي هو شرح على منطق المنظومة لا على حكمة وفلسفة المنظومة. هناك في صفحة 62 يقول بأن حياة هذا الإنسان كانت قبل أو تولده كان في سنة 384 قبل الميلاد، وعاش حدودا 2 أو 63 سنة، وتوفي سنة 322 قبل الميلاد. ينقل هذا المطلب عن الشهرستاني في كتاب الملل والنحل، يقول هو نيقوماخورس، وهو المقدم المشهور والمعلم الأول والحكيم الفاضل المطلق عندهم، وإنما ولد في أول سنة ملك أردشير ابن دارة في فرس، فلما أتت عليه 17 سنة أسلمه أبوه إلى أفلاطون، فمكث عند أفلاطون 20 سنة، فهو تلميذ لأفلاطون حدود 20 سنة أو أكثر. وإنما سموه المعلم الأول لأنه واضع التعاليم المنطقية. لماذا يسمى المعلم الأول؟ باعتباره أول من وضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل، وحكمه حكم واضع النحو والعروض، فإن نسبة المنطق إلى المعاني التي في الذهن هي نسبة النحو إلى الكلام والعروض في الشعر. كيف أنه نحن نحتاج إلى النحو والعروض في الشعر، لا يمكننا بلا نحو ولا عروض الذي وضعه الفراهيدي لمعرفة الشعر، كذلك لا يمكننا أن نتعرف على المعاني إلا بالمنطق. هذا المقدار كافي. إذن هو ولادته 384 قبل الميلاد، ووفاته 322 قبل الميلاد، حدود 62 أو 30 سنة، 63 سنة عمره. خب، ما هو موقع هذا الرجل في الروايات عندنا؟ هل له ذكر أو ليس له ذكر في الروايات؟ في كتاب محبوب القلوب للديلمي من علمائنا ينقل شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة هذا المطلب عن كتاب محبوب القلوب للديلمي. التفتوا للرواية. طبعا أنا لست بصدد الآن بيان أن هذا المطلب صحيح أو ليس بصحيح، وإنما فقط بصدد بيان قيمة هذا الرجل في روايات الواردة عنه. قال: جاء في الأثر أن أرسطاطاليس كما في محبوب القلوب للديلمي قال يروى، من يقول؟ الديلمي في هذا الكتاب، أن عمرو بن العاص قدم من الإسكندرية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله الرسول، سأل عمرو بن العاص عما رأى في الإسكندرية في مصر، فقال: رأيت قوما يطلسون يعني يؤمنون بأرسطاطاليس. رأيت قوما يطلسون ويجتمعون حلقا ويذكرون رجلا يقال له أرسطاطاليس لعنه الله. من يقول؟ عمرو بن العاص. تبين في ذاك الوقت في العرب إلى الآن الاسم مو معروف، هذا الاسم موجود.
فقال صلوات الله وتسليماته عليه وآله: مه يا عمرو، إن أرسطاطاليس كان نبيا فجهله قومه. بس هذه الرواية احنا لا نتكلم في سندها، في متنها، صحيحة غير صحيحة، الآن لست بصدد هذا، ولكن فقط أريد أن أبين هذا المطلب. كان نبيا فجهله قومه عليكم السلام. ثم قال الديلمي إلى آخره. ثم الديلمي في محبوب القلوب قال: أقول ويؤيد هذه الرواية ما نقل السيد الطاهر ذو المناقب والمفاخر رضي الدين علي بن طاووس في كتابه فرج المهموم في معرفة الحلال والحرام من علم النجوم، بأن بطلميوس وآخرين كانا من الأنبياء. هذه الأسماء أسماء الأنبياء، ولكنها لما كانت أسماء يونانية فنحن لم نستطع أن نطبقها على الأسماء الموجودة عندنا في القرآن، فتصورنا أن تلك الأسماء هم أشخاص، وهؤلاء الذي يقول عنهم القرآن هم أشخاص أنبياء، أشخاص أخر، ولعله أحدهما منطبق على الآخر. وكذلك ورد، هذا كان ما صار وقت أنا أجيب وياي، ورد في كلام الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في توحيد المفضل. هناك الإمام عندما يتكلم مع المفضل بن عمر الجعفي ويبين له الدليل لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق الإتقان والصنع في نظام العالم، يقول: وكان لهم، يعني لليونانيين، رجل اسمه أرسطاطاليس أثبت لهم وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق المحرك الأول. إذن اسم هذا الإنسان أيضا جاء على لسان الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا يكفي أرسطو مفخرة أن يأتي اسمه على لسان الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا كل هذا قلت لست بصدد الإثبات ولا بصدد النفي، الآن مو بصدد أن أقول أنه أرسطو نبي أو ليس بنبي، فقط أريد أن أبين منزلة هذا الرجل في الروايات الواردة عندنا. أما فيما يرتبط بأقوال المحققين، أقوال المحققين كثيرة فيه، من ابن مسكوي إلى ابن خلدون إلى الشيخ الرئيس إلى كثير من الكبار يعظمون هذا الرجل تعظيما لا حد له. ولكن السؤال المطروح هنا وهو أن أرسطاطاليس هل هو واضع علم المنطق، يعني قبله لم يكن علم المنطق، أو أنه هو المدون والمؤلف والمرتب لعلم المنطق، يعني قبله لم يكن علم المنطق مرتبا، رتب في زمن أرسطاطاليس. خب، من الكلمات أنتم تسمعون هنا وهناك يعبر عن أرسطاطاليس بأنه واضع المنطق، مع أن أرسطاطاليس هو وغيره من المحققين يقولون يقول بأنه لست أنا الواضع لعلم المنطق، أنا المؤلف في علم المنطق، وإلا المنطق كان موجودا قبلي ولكن لم يكن مرتبا بهذا الترتيب الذي وجد في زمانه. سأنظر إلى هذه العبارة. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في آخر منطق الشفاء ينقل عن نفس أرسطو، ينقل هذا المطلب، يقول قال أرسطو، هذا المقولة هذا ينقلها عن نفس أرسطو، مو أنها منقول عن غيره: إنا ما ورثنا عمن تقدمنا في الأقيسة إلا ضوابط غير مفصلة. إذا تبين أنه ما ورثه أرسطو كان هناك قياس، ولكن لم توضع لها ضوابط واضحة مفصلة تبين العقيم من المنتج ونحو ذلك كما سيأتي في بيان الأقيسة. وأما تفصيل الأقيسة وإفراد كل قياس بشروطه وضروبه وتميز المنتج عن العقيم إلى غير ذلك من الأحكام، فهو أمر قد كددنا فيه أنفسنا وأسهرنا أعيننا. أرسطو يقول: حتى استقام على هذا الأمر الذي تجدون،
فإن وقع ثم يوصي للذين يأتون بعده، يعلم أنه عندما هو واضع مؤلف لهذا العلم أول مؤلف، إذن لا يمكن أن يكون العلم على أوجه وكماله، بل يكون في أول بدوه. ومن هنا يكون من قبيل الطفل الذي لم ينضج، لم يبلغ، لم يصل إلى الكمال المطلوب له، يوصي أن الذين يأتون بعده عليهم أن يكملوا هذا العلم. يقول: فإن وقع لأحد ممن يأتي بعدنا فيه زيادة أو إصلاح فليصلحه، أو خلل فليسده. إذن هو الرجل لا يدعي بأنه جاء بهذا العلم على كماله المطلوب. ومن هنا أنت تجد بأن هذا العلم، وهو علم المنطق الذي بدأ تأليفه على يد أرسطو، أصابه كمال كثير إلى أن وصل إلى يد الشيخ الرئيس. وعندما وصل إلى يد الشيخ الرئيس وهو ابن علي بن ابن سينا، أبو علي بن سينا، هذا الإنسان وصل بالمنطق الأورسطي إلى أوجه، فكتب منطق الشفاء الذي يعادل أضعاف ما كتبه أرسطو في المنطق. ولكن هذا نفس ابن سينا الذي كتب في هذا المنطق هذا المقدار وأوصل هذا العلم إلى أوجه، انظروا ماذا يقول في حق الرجل، ماذا يقول في حق أرسطو. يقول: فقال الشيخ، ماذا قال؟ انظروا معاشر المتعلمين. الآن هو قال: فإن وقع لأحد ممن يأتي بعدنا فيه زيادة أو إصلاح فليصلحه. هسه ماذا يقول الشيخ؟ يقول: انظروا معاشر المتعلمين، هل أتى أحد بعده زاد عليه شيئا؟ أصلا إجا قدر واحد يقول شيئا ولم يقله أرسطو طاليس. هل أتى أحد بعده زاد عليه أو أظهر فيه قصورا أو أخذ عليه مأخذا مع طول المدة وبعد العهد؟ مو يوم ويومين، المسافة بين أرسطو طاليس وبين الشيخ الرئيس مسافة طويلة جدا، لعلها تصل إلى 10 أو 12 قرن، 1200 سنة، 1300 سنة. ولكن مع ذلك لم يأتي أحد بجديد عليه، بل كان ما ذكره هو التام الكامل والميزان الصحيح والحق الصريح. وهذه الشهادة من إنسان محقق أستاذ في الفن، مو شهادة من إنسان عطار، مش شهادة من إنسان بقال، شهادة من إنسان كتب أوسع دورة في الدورة الإسلامية، أوسع دورة في المنطق، وهو منطق الشفاء الذي يقع في 4 مجلدات من الشفاء البالغ 10 مجلدات. هذه شهادة من؟ شهادة الشيخ الرئيس في حق أرسطو طاليس. أما تعالوا معنا إلى شهادة ابن خلدون. أيضا ابن خلدون يقول: إن الإنسان لما خلق الله له الفكر الذي يدرك به، إلى أن يقول: وتكلم فيه المتقدمون أول ما تكلموا به جملا ومتفرقا، ولم تهذب طرقه ولم تجمع مسائله حتى ظهر في يونان أرسطو. إذا تبين أن المنطق قبل أرسطو كان موجود في اليونان، ولكنه لم يكن مهذبا، لم يكن منقحا، لم يكن مؤلفا بالطريقة التي نجدها الآن. فهذب مباحثه ورتب مسائله وفصوله وجعله أول العلوم الحكمية وفاتحها. إذا من يريد أن يدخل العلوم الحكمية الفلسفية الكلامية، بل في زماننا المنطق يريد أن يدخل إلى الفقه إلى الأصول، لا يمكنه أن يدخلها بلا معرفة للمنطق كما سنبين إن شاء الله بعد ذلك. ولذلك يسمى بالمعلم الأول، وكتابه المخصوص يسمى بالمنطق، أيضا يسمى بالنص ونحو ذلك. إذن فيما يرتبط بهذا العلم اتضح لنا بأن هذا العلم أولا هو مستورد من اليونان وليس متولد من فكر علماء المسلمين. وثانيا اتضح لنا بأن أرسطو طاليس ليس هو الواضع للمنطق، بل هو المهذب والمؤلف في
منطق، وإلا المنطق كان موجود قبله ولكن لم يكن بهذا الكمال الذي وصل على يد أرسطو طاليس. من هنا لا بد أن نقف متأملين عند هذا المنطق لنرى أن هذه القوانين وأن هذا العلم الذي جاءنا من فكر آخر، لأن الفكر اليوناني فكر له أصوله، له قواعده، له اتجاهاته المختلفة عن الفكر الإسلامي الذي جاء به القرآن ورواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لنرى أن هذا الفكر الذي جاءنا من هناك هل يمكن أن نقبله ضمن إطارنا الفكري أو لا ينبغي أن نطرده عن إطارنا الفكري، لأنه جسم غريب علينا، والجسم الغريب لا مجال له ماذا في هذا الجسم الإسلامي. هذا من قبيل ما أدري الأخوة سامعين في مسألة زرع الأعضاء، إذا كان العضو غير منسجم مع الجسم الذي زرع فيه يلفظه، تصير التهابات، فمشاكل عجيبة تصير في الجسم، معناه أن الجسم لا يستطيع أن يتقبل ذلك الجسم الجديد المزروع في هذا الجسم. فهل أن الفكر المنطقي، علم المنطق، هو من الأجسام الغريبة التي دخلت الفكر الإسلامي، أو أن الفكر المنطقي وعلم المنطق الذي دخل إلينا انسجم مع الفكر الإسلامي بل وخدم الفكر الإسلامي أيضا؟ هذا ما نريد أن نبحثه إن شاء الله بالمقدار الممكن في هذا الكتاب، وهو علم المنطق، لنرى أننا نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه، نؤمن به مطلقا نرفضه مطلقا، من المفصلين نؤمن بالبعض ونرفض البعض الآخر. هذا مطلب آخر، وهو أنه لا بد أن تعلموا بأنه في الفترة الأخيرة في الفكر الغربي نوقش المنطق الأورسطي مناقشة حادة جدا، وخصوصا على يد أمثال بيكون الإنجليزي وعلى يد أمثال ديكارت الفرنسي. هؤلاء هاجموا المنطق الأورسطي هجوما عنيفا جدا بنحو وصفوه، طبعا هاجموه جميعا، مو هاجموا فد جزء منه، لا هاجموه جميعا بنحو عبروا عنه أنه باطل، عبروا عنه أنه غير مفيد، عبروا عنه بتعبيرات مختلفة لإسقاط هذا المنطق عن الفكر الذي يحكمهم. هذه في قبل 3 قرون 4 قرون، ولكنه في الفترات الأخيرة هذا الهجوم خف عن وطأته السابقة، وبدأوا يفكرون بشكل أدق، لا بالشكل الرافضي للمنطق الأورسطي جملة وتفصيلا. فهنا ما هي وظيفتنا؟ هل أننا أيضا نرفض المنطق الأورسطي رفضا مطلقا كما فعله بعض الغربيين، أو نقبله قبولا مطلقا كما يحاول البعض أن يدعي أن كل ما قاله فهو صحيح، كما ذكر الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى هو الحق الصحيح الذي لا يوجد غيره، أو لا بد أن نحقق فيه لنرى الصحيح من الخطأ. طبعا هذه النكتة أيضا لا بد أن تكون واضحة. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي نريد أن نشير إليه، هذا المطلب الثالث نخليه بعد ذلك، سنشير عندما نوضح وظيفة المنطق ما هي، عند ذلك نأتي. إذا اتضحت هاتين المقدمتين نأتي إلى محل الكلام، وهو أنه أولا ما هو المراد من المنطق؟ ما هو تعريف المنطق؟ طبعا عندما نقول تعريف علم المنطق، الآن لسنا بصدد أن نبين أن هذا التعريف تعريف حدي، تعريف رسمي، جنس، فاصل، خاصة، عرض عام، عرض خاص. هذه تفصيلات وشروط التعريف ستأتي في هذا المنطق. الآن نريد أن نعرف أنه نريد أن نبحث عن ماذا فقط. ليس مرادي من تعريف علم المنطق هنا يعني جنس وفاصل، يعني حد تام أو حد ناقص، عرض حد رسم تام أو رسم ناقص، وإنما كل هدفي أن نبين أن هذا العلم الذي نريد أن ندرسه ما هو هذا العلم.
نبحث عن ماذا؟ هذا مرتبط بالرياضيات، مرتبط بالكلام، مرتبط بالطبيعيات، بأي علم من العلوم هذا العلم مرتبط. إذن عندما نقول تعريف علم المنطق مو مرادنا الشرائط التي تذكر للتعريف في نفس هذا العلم التي سيأتي إن شاء الله في باب التعريف والمعرف. خب، ما هو تعريف هذا العلم؟ في مقام الجواب على هذا السؤال لا بد أننا نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة مؤداها أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان محبا لكماله وباحثا عن كماله. هذه من الأمور الفطرية التي خلق الإنسان عليها، وأشرنا إلى هذا البحث بالنحو المناسب في أبحاثنا الكلامية. هناك بينا بأن هذه من الأمور التي فطر عليها الإنسان. لا أقول كل موجود، باعتبار أن الموجودات الأخرى كل واحدة منها لها حكمها الخاص. الآن نحن نتكلم عن أنفسنا كناس. الإنسان خلق مفطورا على حب الكمال. ما معنى حب الكمال؟ يعني يريد ويحب تلك الأشياء التي تلائم ذاته، ويتنفر عن تلك الأمور التي تتنافر مع ذاته. هذا هو حب الكمال والفرار من النقص. خب، هل خلق الإنسان وهو واجد لكل كمال، أو خلق الإنسان وهو لا يملك أي كمال؟ أي منهما؟ خب، من الواضح أن الإنسان لم يخلق وهو واجد لكل كمال، وإلا لو كان واجدا لكل كمال لا معنى لأن يطلب الكمال. ومن هنا نحن نقول في الله سبحانه وتعالى أنه لا يطلب أي كمال. لماذا؟ لأنه واجد لكل كمال. أنت عندما يوجد في جيبك 1000 دينار، أنت تبحث عن 1000 دينار بعد؟ نعم، إذا كنت تبحث عن 1000 الثانية تريد 2000 فتبحث ماذا؟ عن 1000 الثانية. أما لو كنت أنت تكتفي ب1000 وفي جيبك يوجد 1000، بعد تبحث عن دينار أو لا تبحث؟ من الواضح أنك لا تبحث. لماذا؟ لأنك واجد لذلك الشيء الذي تريده وتعتبره كمالا لك. والإنسان لم يخلق واجدا لكل كمال، بل هو مخلوق وهو فاقد لأكثر الكمالات. يملك بعض الكمالات، واحدة من هذه الكمالات أنه يبحث عن الكمال، هذا كمال في الإنسان، لا أنه نقص في الإنسان، فهو فاقد لأكثر الكمالات. من هنا فهو باحث عن الكمال، هارب من النقص. وهذا ما يوجد عنده حب الاطلاع. هاي غريزة حب الاطلاع الموجودة عند كل إنسان. هذه الغريزة منشأها أين؟ منشأها ذلك الأمر الفطري الموجود في الإنسان، وهو الحب للكمال والهروب من النقص. فيحب أن يطلع. لماذا يريد أن يطلع؟ لماذا يريد أن يطلع؟ ليرى أن ذلك الذي اطلع عليه مفيد لكماله فيطلبه ويحصله. وإذا كان الذي اطلع عليه لا يفيد كماله بل يؤدي إلى نقصه حتى يتجنبه، حتى يهرب منه. ومن هنا توجد في وجود الإنسان غريزة حب الاطلاع. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الإنسان هل كشف له كل شيء، أو أن بعض الأمور مكشوفة وأما المجهولات فلا عد لها ولا حصر؟ أي منهما؟ من الواضح الجواب هو الثاني، وهو أن الإنسان كشفت له بعض الأمور التي يحتاج إليها كأداة أولية للبحث عن المجهول، ولكنه أكثر الأمور، إن لم نقل الغالب، إن لم نقل تمامها إلا القليل، فإنها مجهولة عنده. فإذا صارت مجهولة ويوجد عنده حب الاطلاع الناشئ من حب الكمال، عند ذلك يريد التعرف على تلك المجهولات. ومن هنا فهو طالب للكشف عن كل مجهول يصادفه في حياته، عن كل مجهول يصادفه في حياته،
فهو طالب للكشف عنه، بنحو يستطيع أن يفكر وأن يستدل للكشف عن المجهول. عنده معلومات، قلنا بعض الأمور معلومة له، إن شاء الله ستأتي هذه المعلومات ما هي، كم عددها، موجودة في فطرة كل إنسان أو غير موجودة. إن شاء الله عندما ندخل في أبحاث القياس والبرهان هناك نبين أن هذه الأمور المعلومة، يعني غير الاكتسابية، الأمور التي نعبر عنها بالبديهية، الأمور التي نعبر عنها بالضرورية، هذه الأمور ما هي عددها؟ وهي تعتبر الأدوات الأولية لهذا الإنسان الباحث عن المجهول للكشف عنها. وهذه من مختصات الإنسان، وهو أنه توجد عنده معلومات، توجد عنده مجهولات، يستطيع من خلال تلك المعلومات أن يصل للكشف عن تلك المجهولات. وهذه هي خاصة التفكير أو خاصة الفكر. طبعا نحن لا نعلم أن الحيوانات أيضا عندها هذه القدرة، قدرة الكشف عن المجهول، أو لا توجد عندها القدرة على المجهول، يعني أن الحيوان أيضا عنده مجهول وبالاستدلال يكتشف ذلك المجهول، أو أن الحيوان، يعني مقصود الحيوان غير الإنسان من الموجودات الحية، غير الإنسان من الموجودات الحية، هل أنها أيضا لها كمالات وبالاستدلال تصل إليها، أو أن كل كمالاتها موجودة لها من الحين الأول؟ المحققون يقولون بأن الحيوانات كل ما لها من الكمال الله سبحانه وتعالى يرزقها من الابتداء، يعني لا يوجد عندها شيء اكتسابي، بخلاف الإنسان فإنه توجد عنده أمور يكتسبها، بخلاف هذه النملة أو بخلاف زنبور العسل، فإنه مذ يخرج من بطن أمه يعرف النظام الكامل الذي يحكم عالم النمل، ما يحتاج إلى أن يذهب إلى مدرسة ويتعلم ويأخذ، لا أبدا، وإنما الله خلقه بهذا الشكل، وهو أنه واجد لكل الكمالات التي يحتاجها. إذا لا أقل نحن نعلم أن الإنسان زود بالفكر وزود بالقدرة على الاستدلال. خب ما هو الفكر؟ إن شاء الله تفصيله سيأتي في أول بحث القياس. الفكر قالوا ترتيب أمور معلومة للوصول إلى الكشف عن مجهولين. هذا الترتيب عن الأمور في الأمور المعلومة للوصول إلى الكشف عن أمر مجهول بالمقدمات التي ذكرناها، هذه نسميها عملية التفكير، عملية الاستدلال. ولكن وهو أن الإنسان الذي يريد أن يستفيد من هذه المعلومات الموجودة عنده ليكشف عن مجهول من المجهولات، هنا يأتي عليه سؤالان. السؤال الأول وهو أنه كيف يرتب هذه المعلومات حتى تكشف له عن مجهول؟ أي نحو رتبها تكشف عن المجهول، أو لا بد أن يرتبها بنحو خاص حتى تكشف عن المجهول؟ هنا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وهو أن أي معلوم يكشف عن أي مجهول، أو أن هناك ارتباطا خاصا بين بعض المعلومات وبعض المجهولات، أي منهما؟ من الواضح الجواب هو الثاني. ومن هنا المنطق يحاول أن يجيب إما على السؤالين معا وإما على سؤال واحد من السؤالين. هسه السؤال الثاني لا نعلم أنه من يجيب عليه، هسه أبين لماذا أن المنطق يتبنى السؤالين أو يتبنى سؤال واحد. السؤال الأول ما هو؟ أنه كيف يرتب المعلومات؟ توجد عنده معلومات، قلنا بعد ذلك سنبين ما هي هذه المعلومات التي يملكها الإنسان بلا اكتساب، هي الضرورية البديهية، هذه المعلومات غير مكتسبة من الخارج وإنما موجودة عنده. هسه كيف تكون موجودة؟ أيضا بحث سيأتي في محله، فقط أنا من باب الاستذكار والإشارة دا أشير كيف توجد هذه، يعني خلق الإنسان وهو هذه المعلومات معه، أو أنه لم يخلق وهذه المعلومات معه، نشير إلى هذا البحث إن شاء الله في محله. المهم توجد عنده بعض المعلومات، هذه المعلومات
كيف يرتبها للوصول إلى أمر مجهول. كيف ما رتبها توصل أو لا. مثلا يقول سقراط عالم، سقراط إنسان، فيقول إذن كل إنسان عالم. صحيح لو مو صحيح؟ مو صحيح. ثم ماذا إذا كان سقراط إنسان وإذا كان سقراط عالم؟ هذا يعطينا نتيجة إذن كل إنسان عالم. هذا الاشتباه وين؟ في المعلومات؟ لا، الاشتباه ماكو في المعلومات. سقراط إنسان لو مو إنسان؟ بلي إنسان. سقراط عالم لو مو عالم؟ نعم عالم. ولكن إذا الاشتباه في المادة الأولية ما موجود. الاشتباه وين موجود؟ في ترتيب هذه المادة للوصول إلى الكشف عن مجهول من المجهولات. نشوفوا إذا هنا المواد، مواد البناء، إذا فرضنا أن أردنا أن نمثل العلم يعني العلوم بالبناء، مواد البناء سالمة ما فيها عيب، ولكن ترتيب البناء بنحو يخرج هذا الجدار بدل أن يكون مستقيما عموديا يخرج ماذا؟ مائلا، فلا يعطي الغرض المطلوب منه. إذا تارة أن الذهن الإنساني الذي يريد أن يستدل يخطأ في المادة لو في الهيئة، في الترتيب. هنا ده يخطأ في الترتيب. المادة سالمة من كل عيب، لا يوجد فيها أي عيب، لأنه سقراط عالم، سقراط إنسان، هذه كلتا المادتين صحيحة ومطابقة للواقع أيضا، لأنه سقراط واقعا عالم وسقراط واقعا إنسان. ولكن لماذا لا يعطي نتيجة إذن كل إنسان عالم؟ لأن هذا الترتيب الموجود بين هذه المواد والمعلومات لم يكن الترتيب الصحيح لإعطاء هذه النتيجة المطلوبة. وأخرى أن الذهن البشري لا يخطئ في الترتيب، وإنما يخطئ في نفس المواد. المواد معيبة ناقصة، وإلا الترتيب صحيح. سقراط إنسان وكل إنسان ظالم. سقراط ظالم، صحيح لو باطل هذا؟ باطل. خب ياهم إن باطل. الترتيب خطأ؟ لا مولانا، الصغرى موجودة والحد الأوسط مكرر، ولكن العيب أين؟ العيب في مادة البناء، في المواد خاطئة. لا نقبل منكم من يقول بأنه كل إنسان ظالم. هذا من أين تقولون أنتم؟ هاي المعلومة أنتم منين جايبيها؟ وكل إنسان ظالم. لا نقول باطلة هذه، بعض الناس ظالمون. إذا لا يعطي نتيجة. إذا تارة أن الفكر الإنساني يخطأ في الهيئة مع أن المواد صحيحة، وأخرى يخطأ في المادة مع أن الهيئة صحيحة. طبعا من الواضح وقد يخطأ فيهما معا هيئة ومادة، ممكن ذاك أيضا إن شاء الله سيأتي تفصيله. خب المنطق إنما جاء ليؤدي أي وظيفة؟ هل جاء المنطق ليقوم الهيئة يعني الخطأ في الترتيب والخطأ في المادة، أو جاء المنطق ودون المنطق ليجيب عن الخطأ في الهيئة لا عن الخطأ في المادة؟ الخطأ في المادة له مجال آخر، خلاف في المسألة. الماتن هنا المصنف الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه من عبارته يظهر أنه يريد أن يقول أن المنطق فقط يجيب عن السؤال فيما يرتبط بالخطأ في الهيئة والترتيب، أما الخطأ في المادة فهذا لا علاقة له بالمنطق. ومن هنا تجدون أن المنطق الأورسطي يسمى بالمنطق الصوري. لماذا؟ لأنه يتعلق بالجانب الصوري والهيئتي والترتيب، ولا علاقة له بالمنطق المادي، أن المادة صحيحة أو هي خاطئة. هذا قول، وجملة من المحققين أيضا على هذا القول،
وقول آخر يقول لا، من قال لكم بأن المنطق يختص بالإجابة على السؤال في الخطأ في الترتيب، بل يجيب على السؤالين معا، سؤال الخطأ والاشتباه في الترتيب وسؤال الخطأ والاشتباه في المواد. وهذا ما يأتي إن شاء الله تعالى عندما نتكلم في مقدمات البرهان. هناك عندما نتكلم في مقدمات البرهان سنشير إلى المادة، أن هذه المعلومات لا بد ما هي خصائصها. إن شاء الله في أول بحث القياس أيضا نشير إلى هذه المسألة مرة ثانية، لنبين للإخوة بأن الحق مع الاتجاه الأول الذي يرى أن المنطق يتبنى الصورة، الترتيب، الهيئة دون المادة، أو أنه المنطق يتبناهما معا، الهيئة والمادة معا. قال الحاجة إلى المنطق. إذن تعريف المنطق ماذا صار بعد اتضح تعريف المنطق؟ تعريف المنطق هو كما يقول الماتن آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر، يعني من الخطأ في ترتيب الاستدلال. هذا إذا قلنا أن المنطق وظيفته ماذا؟ فقط الجواب عن الاشتباه أو الخطأ في الترتيب. أكو بعض النقاط نشير إليها من خلال الكتاب. قال الحاجة إلى المنطق. خلق الله الإنسان مفطورا على النطق. هسه ما هو المراد من النطق؟ هل هو يعني كيفية التكلم، القدرة على الكلام؟ لو النطق يعني بمعنى أنه مدرك للكليات، بحثه إن شاء الله موكول إلى علم الفلسفة، لا علاقة له هنا. المهم خلق الله الإنسان مفطورا على النطق، يعني توجد فيه قابلية التكلم. يعني هذه القابلية التكلم ما موجودة في باقي الحيوانات. خب ظاهرا من هذا الكلام أنه ماذا؟ هذه القابلية غير موجودة في باقي الحيوانات. وجعل اللسان آلة ينطق بها، ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه. هذه الإشارة فقط للتشبيه، يريد أن يبين أن الاحتياج إلى المنطق لماذا؟ يقول من قبيل الاحتياج إلى النحو عندما تريد أن تتكلم بالنحو العربي الفصيح الصحيح، يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها. ومن هنا تجد أن المحققين قالوا أن المنطق الأورسطي هو النحو اللغة اليونانية، وأن النحو العربي هو منطق اللغة العربية. لماذا؟ باعتبار أنها تعطي هذه النفسية قريبة واحدة من الأخرى، ولكن واحدة منها وهي اللغة والنحو تقوم الألفاظ، والمنطق ماذا يفعل؟ يقوم وينظم المعاني التي تحكي عنها تلك الألفاظ. قال من ناحية هيئات الألفاظ وموادها، فيحتاج أولا إلى المدرب الذي يعوده على ممارسة تلك الألفاظ، وثانيا إلى قانون يرجع إليه يعصم لسانه عن الخطأ في كيفية الاستفادة، وذلك هو النحو، علم النحو وعلم الصرف. وكذلك خلق الله الإنسان مفطورا على التفكير. بينا المراد من التفكير ما هو. مراد من التفكير يعني الذهاب من أمور معلومة للكشف عن أمور مجهولة، هذه عملية الفكر والتفكير. وكذلك خلق الله الإنسان مفطورا على التفكير بما منحه من قوة، من وجود قوة عاقلة مفكرة، لا كالعجماوات الحيوانات الأخرى التي يدعي المصنف بأنه ماذا؟ أنه لا توجد فيها قدرة التفكير، ولكن مع ذلك نجده كثير الخطأ في أفكاره. شنو كثير الخطأ في أفكاره؟ يعني بعض الأحيان يأخذ نتائج ليست من المقدمات المؤدية إلى تلك النتائج. هسه هذا الخطأ الذي يقع في الفكر إما منشأه الخطأ في المواد، وإما منشأه الخطأ في الترتيب الذي لا يشير بعد إليه المصنف. ولكن مع ذلك نجده كثير الخطأ في أفكاره، فيحسب ما ليس بعلة علة.
كثيرا من الأحيان تتصور بأن هذا الوضع الذي أصابك علته ماذا؟ علته هذا النعاق الغراب الذي اليوم نعق عندك، تقول لولا هذا الغراب اليوم ما كان أنا صار بي هالشكل، مع أنه واقعا هذا الغراب الذي نعق هذا المسكين صباحا هذا له أثر في أنه وضعك يصير كذا، كل علاقة ما له. أو بعض الأحيان شايفين أنتم بعض الناس تتكلم معهم يقول واقعا أنا حظ ما عندي مولانا، حظ ما عندي، فيتصور بأنه لو كان عنده حظ وضعه كان أفضل من هذا. فإذا يرجع هذا الأمر الذي حدث فيه يرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم وجود الحظ، مع أنه يحسب الشيء الذي ليس بعلة يحسبه أنه هو علة. وهذا منشأه الخطأ في التفكير، الخطأ في الاستدلال، وإلا لو كان يعرف أن يستدل جيدا لما وصل إلى هذه النتيجة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون مقتدون. القرآن خب هذا يستنكره عليهم، يقول لو هؤلاء كان لهم استدلال منطق صحيح لما قالوا لنا إنا وجدنا آباءنا على أمة. وما ليس بنتيجة لأفكاره يعتبره نتيجة لأفكاره، كالمثال الذي ضربناه لكم. يا مثال وهو سقراط إنسان، سقراط عالم، إذن كل إنسان ماذا؟ عالم. خب هذه النتيجة مرتبطة بهالمقدمات لو مو مرتبطة. نتيجته لماذا حصل هذا؟ لأنه كان هناك خطأ في الترتيب. ويحسب وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة، يعني يحسب ما ليس نتيجة لأفكاره نتيجة، ويحسب ما ليس ببرهان يحسبه برهان. هذه من قبيل استعمال الألفاظ غير الواضحة، لأنه بعد احنا لا نعرف ما هو المراد من البرهان. قال فهو وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة، وهكذا فهو إذن بحاجة إلى ما يصحح أفكاره ويرشده إلى طريق الاستنتاج الصحيح. إذن شوفوا عباراته تشير إلى ماذا؟ أن المنطق يجيب عن طريق، عن الترتيب فقط، أما عن صحة المادة وعدم صحة المادة فلا علاقة له بالمنطق. ويدربه على تنظيم أفكاره وتعديل تلك الأفكار. وقد ذكروا علماءنا السابقين أن علم المنطق هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة من الخطأ وترشده إلى تصحيح أفكاره. فكما أن النحو والصرف لا يعلمان، يريد أن يشير إلى هاي النكتة، أن المنطق يقول لي فكر، أو يقول إذا فكرت ففكر بهذا الطريق. أي منهما؟ من الواضح الثاني. الفكر الله وضعه في فطرة الإنسان. نعم المنطق يقول إذا أردت أن تفكر هكذا فكر. هذا من قبيل قوانين المرور. قوانين المرور تقول لك امشي، أو تقول لك إذا مشيت في السيارة فامشي بهذا النحو. لا تقول لك امشي أو لا تمشي، أنت مخير، تريد تمشي أو لا تريد أن تمشي. ولكن إذا أردت أن تسير في هذا الطريق لابد أن تراعي هذه القوانين حتى لا تقع في الاصطدام. هنا أيضا المنطق لا يقول للإنسان فكر، تقول له إذا أردت أن تفكر وتأخذ نتيجة من التفكير فهذه هي الطريقة الصحيحة للتفكير. فلهذا قال فكما أن النحو والصرف لا يعلمان الإنسان النطق وإنما يعلمانه تصحيح النطق، فكذلك علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير بل يرشده إلى تصحيح التفكير. كيف يكون التفكير صحيحا حتى ينتج نتيجة صحيحة؟ إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا، وما أعظمها من حاجة. هنا يوجد إشكال، وهو أن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في طريقة الاستدلال. إذن لماذا؟ إذا كان المنطق هو تعليم كيفية التفكير والاستدلال الصحيح، لماذا نجد أن هذه المغالطات، أن هذه المناقشات، أن هذه الخلافات بين العلماء؟ يقول الجواب واضح على هذا. أولا نحن ننقض عليكم كثيرا ما يدرسون النحو ولكن ماذا؟ يخطئون في الكلام. هذا جواب نقضي، وكما يقولون أن النقض لا يحل المشكل وإنما يزيد المشكلة إشكالا، وإلا ما يحل المشكل، هو نفس الإشكال نذكره نحن في النحو.
إنما الكلام في الحل. الحل هو أن المنطق لا يخطئ، ولكن الذي يستعمل المنطق قد لا يستعمله بالطريق الصحيح فيكون مخطئا. ومن هنا قالوا أن المنطق معصوم، والمستعمل للمنطق ماذا؟ قد يخطئ وقد لا يخطئ. وإلا هذه القوانين التي ذكرت في المنطق لو روعيت جميعها على النحو المناسب لها يمكن الخطأ بعد أو لا يمكن الخطأ؟ دقيقا 100% مادة وصورة يمكن الخطأ أو لا يمكن الخطأ؟ بعد يستحيل الخطأ، يمتنع الخطأ. ولكنه أنت جنابك قد تخطئ في الترتيب وقد تخطئ في المادة، والأكثر يكون الخطأ وين؟ في المواد، وإلا الترتيب قد يكون الإنسان بها قويا. ومن هنا وجد فن المغالطة. هذا فن المغالطة لأي غرض؟ حتى يبين أنك أين تشتبه في المواد، هذا المادة صحيحة أو أنها خاطئة. ولو قلتم هسه هذه العبارة بقيت وقت ماكو إن شاء الله إلى غد إن شاء الله يومية أكثر من هذا نقرأ، ولكنه اليوم كان عندنا مقدمة ما قرينا، والحمد لله رب العالمين.